نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. حكومة دبي تشير إلى اندلاع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي دون إصابات نتيجة لاعتراضات الجوية. حكومة دبي تعلن اندلاع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي دون إصابات نتيجة لاعتراضات الجوية، وهذه صور وردت قبل قليل لآثار اندلاع هذا الحريق في أحد أرصفة الميناء. أعود إلى ضيف التلفزيون العربي من طهران محمد مهدي شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق. هذا جانب مما نرى منذ الصباح. ما الذي تحققه إيران بهذه الاستهدافات سوى البيانات التي أدانتها بعد حتى موقف متقدم كان من سلطنة عمان الوسيط التي كانت تسعى في واشنطن إلى إتمام الاتفاق؟ قبل أن أرد على سؤالك، قال ضيفك أن إيران وافقت على كل الشروط الأمريكية، وطبعا كان في حديثه شبه دعوة لإيران لأن تقبل للأسف طبعا بالشروط الإسرائيلية. أود أن أتساءل، ما هي الشروط الأمريكية التي وافقت عليها إيران؟ إيران تدعي أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على كل شروط إيران في مكان عقد المفاوضات، في أن تكون غير مباشرة، في عدم إدخال الملفات الأخرى وحصرها بالملف النووي، في عدم إدخال الأطراف الأخرى، في كون الوسيط هو الوسيط العماني. كل هذه كانت هي شروط إيران، وبالنهاية خلال المفاوضات وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم غادرت، وهذا أمر معروف. يعني الثعلب الأمريكي هذا هو ديدنه، يفاوض ثم يهاجم. لكن ما هي الشروط الأمريكية؟ نحن إيران حينما تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على شروطها تطرح بالأرقام وبالحقائق. ما هي الشروط الأمريكية التي وافقت عليها إيران حتى تدعى اليوم إيران لأن توافق على الشروط الإسرائيلية؟ أنا أتصور يعني إذا أخذنا الحقائق والوقائع على الأرض لا يمكن أن نتحدث بهذه اللهجة. أما بالنسبة لسؤالك الكريم، وطبعا أنا قد نسيته، إذا يمكن أن تكرر السؤال حتى أرد عليه. كنا نشير إلى هذا الاستهداف لميناء جبل علي في بعد أن أعلنته حكومة دبي، وما جرى من استهدافات لمطارات ولفنادق ولمناطق أدت إلى أن تخرج بيانات من دول خليجية في مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر وحتى الوسيط العماني منتقدا ما جرى. إيران استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الدول، استهدفت بعض الفنادق التي استخدمها العسكريون الأمريكيون الذين تركوا ثكناتهم وقواعدهم ثم ذهبوا واستقروا في هذه الفنادق، وإيران لها المعلومات الكافية عن ذلك. هذا هو حق إيران. أولا، هذه القواعد العسكرية يمكن السؤال عن أي شخص يعرف القانون الدولي. في القانون الدولي هذه القواعد العسكرية سيادتها هي السيادة الأمريكية. إذا لم نكن نعرف بالقانون الدولي يمكن اختبار الموضوع بشكل بسيط جدا. هل يمكن للدول المستضيفة أن مثلا تفعل أو أن تستخدم سيادتها على هذه المناطق، مثلا أن تقوم بتغيير ما بمد مثلا أنابيب، سيد محمد، كيف الجانب الأمريكي؟ ما الأدلة على أن هذه الاستهدافات كانت لهذه الفنادق إذا كنا في انتظار أن تؤكد طهران مصير قيادتها كلها؟ إيران لم يعني تستهدف إلا هذه المناطق التابعة للسيادة الأمريكية وغير تابعة لسيادة الدول المستضيفة، وهذا من حق إيران للدفاع المشروع أن تستهدف أي موقع أو المواقع والمصالح الأمريكية في المنطقة. هذا حق معترف به في القانون الدولي في قضية الدفاع المشترك. هل يمكن أن حصل خطأ في الاستهداف؟ ربما. أو هل يمكن أن قامت السلطات المحلية باعتراض بعض هذه الصواريخ فسقطت هنا وهناك؟ أيضا هذا ممكن. للأسف
حصل هذا في الأردن، تم اعتراض الصواريخ. أنا أضرب مثالا فقط، لا أقصد ابقى معي أنه سيد حصل محمد، فقط في الأردن. نشير